الأصدقاء الأعزاء، صديقاتي العزيزات، من أبناء الشعب الآثوري السرياني العريق العظيم المقاوم الأصيل والجميل، مرحبا. ربما لا يعلم كثر منكم أنني عضو في المنظمة الآثورية السريانية الديمقراطية في سوريا. جرى ذلك في 2012 عندما كتبت مقالا بعنوان المنظمة الآثورية السريانية تمثلني، وطويت المقال أنه على طلب أو مقترح مقدم علنا، يعني للمنظمة، أنه بإمكانها أن تعتبر هذا المقال بمثابة طلب انتساب مش تقليدي، علني وفي سياق مقال. والمقال هو يعني يوضح أنه أسباب الانتساب شو هي. وأنا ما زلت على موقفي ذاك رغم مرور 13 عاما على تلك المقالة وعلى ذلك الطلب. في حين الأصدقاء والرفاق في المنظمة الآثورية فرحوا كتير ورحبوا بالموضوع، لأنه أنا كان مقصدي أنه نكسر هذا الشكل التقليدي من الأحزاب القومية. أنا أعلم أنه المنظمة الآثورية السريانية حزب قومي، و يعني وبين مزدوجين أو بين قوسين وحزب ديني، يعني المنتسبون إليه ديانتهم مسيحية وقوميتهم آثورية سريانية، وأنا كردي ومسلم وسني ويريد الانتساب إلى هذه المنظمة. وقت ذاك يعني كان هاجسي أنه كسر الأشكال التقليدية من الأحزاب القومية. يعني ما الذي يمنع أن ينتسب مسيحي سرياني آثوري أرمني إلى حزب كردي، أو ينتسب كردي إلى حزب سرياني، أو حزب آثوري، أو حزب مسيحي يعني في سوريا؟ هل هنالك شيء يمنع ذلك؟ هل الميثاق، يعني ميثاق المنظمة الآثورية السريانية، قال أنه حصرا المنتسبين ينبغي أن يكونوا مسيحيين؟ لا، ينبغي أن يكونوا آثوريين سريان. لا، هنالك حق أعتقد أنه للأرمن أو للروم، أو يعني ما فيها الإطار اللي بيحدد الموضوع، لكن الكل يتماشى وفق العرف العام وحدود العرف العام. أنا حبيت أكسر هذا الحد، وهو حد كردي وحد سرياني، يعني مش بس عند السريان، عند الكرد كمان. وقدمت ذلك الطلب ولاقى ترحيبا واستحسانا، ويعني من قبل الأصدقاء في المنظمة الآثورية السريانية. لماذا أقول ذلك، ولماذا أستذكر هذه الحادثة وذلك المقال وطلب الانتساب والقصة؟ مشان يعني اللي عنده شك في مدى حبي واحترامي للشعب الآثوري السرياني ينبغي أن يسأل الأصدقاء في المنظمة الآثورية السريانية عن هوشانغ أوسي. هذا من جهة. من جهة أخرى، أحيانا أتعرض إلى اللوم من بعض المتطرفين الكرد، مش كل الكرد، مش الكل، أنه أنت لماذا تدافع عن السريان وهم متطرفون، وهم كانوا مع نظام البعث، وهم كذا وهم كذا.
طيب الكرد كمان كانوا مع، يعني بعض الكرد كمان كانوا مع نظام البعث. أنا أعارض نظام البعث بكرده، بعربه، بسريانه، بآثوريه، بأرمنه، بكل. أنا يعني أعارض هذه العقيدة وهذه المنظومة بكل هالتفاصيل. ما نحمل جزء معين. يعني أحيانا أرد على هؤلاء أصحاب الرؤوس الحامية شوي بهالأسلوب هذا. من جهة، من جهة أخرى أن هنالك متطرفون سريان وآشوريين ونصاطرة وما بعرف، ويهاجمون الكرد ويخونونهم ويستعدونهم ويرون إلى الكرد يعني بنظرة المجرمين والقتلة وما بعرف شو من القصص هي. هل هذا موجود؟ نعم، هذا موجود. هذا موجود في الوسط يعني أصحاب الرؤوس الحامية والنزعات المتطرفة موجود في البيئة الآثورية السريانية، وموجود في البيئة الكردية، وموجود في البيئة العربية. التطرف لا دين له، والمتطرف دائما عنده مبررات، عنده طقم الحجج والمبررات اللي بيحطها على الطاولة وبيحاول يشرعن فيها موقفه السلبي من الآخر. الآخر الكردي، الآخر العربي، الآخر المسلم، الآخر المسيحي، الآخر السرياني، الآخر الأرمني، التركي، الفارسي، وهكذا. دائما خزانة المتطرفين أو حقائبهم وجيوبهم لا تخلو من التبريرات. لاحظتم عندما سقط نظام البعث ماذا فعل نظام أحمد الشرع؟ أول أول من تودد إليهم هم المسيحيين. بيروحوا بيتصوروا جنب شجرة الميلاد، بيروحوا بينشروا فيديوهات على السوشيال ميديا، وعلى أساس أنه كيوت ووطنيين وقمة التسامح. هؤلاء اللي كانوا بينشروا فيديوهات على التسامح مع المسيحيين هم نفسهم الذين ارتكبوا المذابح والمجازر في الساحل السوري، هم نفسهم الذين يتطاولون على أو وتطاولوا على الدروز وعلى الإسماعيلية، هم نفسهم يعني يتطاولون على الكرد أيضا. المشكل في هذه الطبقة الموجودة الآن الداعمة لنظام أحمد الشرع، يعني شديدة السمية، شديدة العنصرية. لماذا؟ لأنها تحمل فوق عنصريتها وتطرفها عنصرية الآباء والأجداد تجاه الواقع السوري. هذا التاريخ المزيف الذي صدر لنا وجرى تلقيننا إياه، التاريخ المكتوب بحبر البعث، بحبر السلطة، هو نفسه التاريخ الذي كتب بالحبر الأموي وبرر لمعاوية وليزيد ولكل سلاطين وملوك. هم كانوا سلاطين وملوك ولم يكونوا خلفاء. هذا التاريخ الذي برر لكل سلاطين وملوك آل أمية تاريخ مليء بالزيف والدجل والفبركة. طيب في العصر العباسي أيضا هنالك طبقة أخرى من التاريخ الذي محى أو حاول الإطاحة بما دونه مؤرخو السلطة الأموية لصالح تمجيد آل العباس والدولة العباسية والسلطة العباسية وسلاطين. هم لم يكونوا خلفاء، هم كانوا سلاطين. أتى بعد ذلك أيضا التاريخ العثماني وهكذا. يعني التاريخ الذي كتب في عهد لينين أو السياق السياسي في عهد لينين
ورموز السلطة البلشفية والسوفيتية، أتى ستالين وحذف حتى صور تروتسكي من الأفلام الوثائقية أو من الأشرطة الوثائقية التي وثقت حراك تروتسكي مع فلاديمير لينين، وصاروا يحطوا بعمليات مونتاج، يحطوا صور ستالين أنه الشخص المقرب من لينين كان ستالين. طبعا نفس القصة، النازيين أيضا عندما كانوا سلطة كانوا لهم مثقفوهم وشبيحتهم والميليشيات التي تبرر لهم سياساتهم. يعني لو استمر الحكم النازي ليومنا هذا لكان الآن تاريخ العالم، تاريخ أوروبا كله مكتوب بالحبر النازي. لماذا أقول ذلك؟ يعني لأنه عندما أقرأ الكثير من ردود الأفعال من هؤلاء شبيحة النظام الحالي، وأرى منسوب التطرف ويعني أصل إلى هذه القناعة التي مفادها أن طبقات الوسخ المتراكم، العنصرية المتراكمة في وعي هؤلاء متعددة. هم يمثلون الوسخ الموجود حاليا، معطوفا عليه وسخ جيل الثمانينات، ووسخ جيل الستينات، ووسخ جيل السبعينات والخمسينات وهكذا. هم حصيلة أوساخ 3-4 أجيال من الذين ترعرعوا وتربوا في كنف حزب البعث العربي الاشتراكي، والكل يحاول أن يبرر لنفسه. يعني البعثيين القدامى صاروا يعني فيما بعد معارضين، لكن كانوا معارضين لسلطة البعث، ليس لمفهوم البعث ولعقيدة البعث. كانوا معارضين لأنه النظام كان نظاما طائفيا، نظاما علويا، لا يعني رموز الجهاز الأمني، العصب الأمني، رموز العصب العسكري والسلطة العسكرية، رموز من رأس الهرم، كله إذا كان من بيئة معينة خلاص. يعني إذا كانوا كلهم أكراد فهم هذا نظام كردي، إذا كانوا كله سريان فهذا نظام سرياني، إذا كان كله علوي هذا نظام علوي، وقيسوا على ذلك. لماذا أحاول الآن في هذه اللحظة؟ لأنه هي لحظة مفصلية، لحظة فارقة في حياة سوريا. طيب، الكرد شكلوا وفدا من الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي وما بينهما، وفد سيذهب إلى دمشق ويضع أوراقه على طاولة التفاوض مع سلطة أحمد الشرع، سلطة يعني مخاتلة، سلطة تحاول أن تقدم صورة مضللة عن نفسها. وهذا كان واضحا، يعني تنصيب هند قبوات، وأنا بعرفها بشكل شخصي والتقينا أكثر من مرة، لا يعني على الإطلاق إنصاف المسيحيين في سوريا، وعلى وجه الخصوص والتحديد المكون الآثوري السرياني قولا واحدا. يعني فالآن النخب الآثورية السريانية على ماذا ينبغي لها أن تعول لكي تحصن وجودها وتضمن حقوقها وتسعى إلى حل القضية الآثورية السريانية؟ هل هنالك قضية آثورية سريانية؟ طبعا هنالك قضية آثورية سريانية. لو لم يكن هنالك قضية لو لم يكن هنالك حقوق مهضومة لهذا الشعب لما يعني اتجه أبناء هذا الشعب إلى تأسيس
تنظيم سياسي قومي سنة 1957 هو المنظمة الآثورية السريانية. من يعني عندما تتأمل الأستاذ جابرييل أو الشباب في قيادة المنظمة يتأملون المشهد، الخيارات الموجودة، ما هي الخيارات الموجودة لتشكيل نواة تحالف معها يعني تمدها بالقوة، يعني تكون المنظمة الآثورية السريانية والنخب السياسية والثقافية السريانية سندا لها، وتكون هذه القوة سندا للمطالب الآثورية السريانية. وين في يعني تتأمل هل ما يعني سلطة أحمد الشرع يمكن التعويل عليها؟ في تقديري لا أبدا. يعني الخيارات الموجودة الآن في تقديري وظني، الخيار الكردي هو الخيار الأبرز والأكثر ديمومة، لأنه نحن أبناء منطقة واحدة صحيح، والسريان والآثوريين بيشبهوا كتير الكرد، مش بس في الموسيقى والفلكلور والعادات والتقاليد. حاول النظام استمالتهم، ومش النظام، يعني هذا على زمن الكتلة الوطنية. كما في الكتلة الوطنية كان هنالك شخصيات كردية لا تعبر عن الهوية الكردية والقضية الكردية، أيضا كان هنالك شخصيات مسيحية لا تعبر البتة عن الهوية المسيحية وعن الهوية الآثورية السريانية الأصيلة والعميقة والتاريخية الموغلة في التاريخ في سوريا. إذا الأبرز والأكثر ترجيحا بالنسبة لي هو إعادة إحياء ذلك التحالف الكردي المسيحي الذي أسس له حاجو آغا مطلع الثلاثينات. عشيرة الهافيركان بالتنوع الديني الذي تحتويه، في عشيرة الهافيركان هنالك مسلمون سنة، وهنالك إيزيديون، وهنالك مسيحيون. هذا خلق أرضية خصبة لحاجو آغا لكي تكون علاقاته قوية ومتينة مع أبناء المنطقة من الكرد السنة، ومن الكرد المسيحيين والسريان المسيحيين، ومن الكرد الإيزيديين. إحياء ذلك التحالف الكردي المسيحي حسب ما ورد في الأرشيف الوطني الفرنسي، إحياء ذلك التحالف وتوسيع نطاق هذا التحالف هو الأرضية الوطنية الديمقراطية الرصينة لإنقاذ سوريا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني من سوريا التي نحبها جميعا، ونريد أن تكون يعني تشبهنا، يعني تشبه التنوع السوري. فأنا لا أعلم مدى انشغال قيادة المنظمة الآثورية السريانية في هذا الموضوع، لكن رأيي وتقديري أنه التحالف الكردي السرياني هو ضرورة وطنية قصوى الآن بالذات، وينبغي أن يكون تحالف مستمر. يعني في 37 بعد أحداث عمودة والأضرار النفسية والاجتماعية التي خلقتها، وضلوع الكتلة الوطنية وحكومة دمشق وقت ذاك، والكثير من أعضاء البرلمان من الكتلة الوطنية، إذا بترجعوا للأرشيف بتلاحظوا كانوا يطالبون بإحراق الجزيرة بمن فيها، لأن
أبناء الجزيرة طالبوا بالحكم الذاتي وقت ذاك. التحالف اللي كان بيتزعمه حاجو آغا والأسقف جان حبة، أسقف ال- السرياني الكاثوليك وقت ذاك في محافظة الحسكة، محافظة الجزيرة. والكتلة الوطنية وقت ذاك، يعني لأنه هذا التحالف كان قوي، أرسل 3 برلمانيين إلى البرلمان السوري في مواجهة، في مقابل أنه الكتلة القومية والقوميين العرب والكتلة الوطنية أرسلوا بس دعم الهادي. أنا عم بحكي عن انتخابات ال36. الكتلة الوطنية رفضت البرلمانيين ال3 برلمانيين التحالف الكردي المسيحي. عندما كان هنالك تحالف كردي مسيحي في الجزيرة كان هنالك قول وكلمة قوية أرعبت دمشق وقت ذلك، دمشق القوميين، دمشق الكتلة الوطنية. طبعا هذا الكلام الذي أقوله كله موثق في الأرشيف الوطني الفرنسي. أنا لست بصدد يعني أعرض الوثيقة هون وهون، لكن الكلام ثقوا تماما. هذه الأفكار، هذه المعلومات أو المعلومات حصرا موثقة في الأرشيف الوطني الفرنسي. ماذا فعل آه يعني الفرنسيون كانوا بحاجة إلى في على مقربة من الحرب إلى يعني تهدئة الأتراك، وأعطوهم الإسكندروني كمان للأتراك مشان يكسبوا ودهم، والكتلة الوطنية ما تعمل مشاكل. وأغلب القوميين العرب وقت ذاك، أغلبهم حتى يعني كانوا ميالين للتيار والتوجه النازي في ألمانيا. وقت ذاك كان التيار النازي يعني لم يعلن الحرب على أحد في سنة 37 38، يعني الحرب اندلعت في 39، وبالتالي الفرنسيين خذلوا المسيحيين وشقوا الصف ما بين الكرد والمسيحيين وقت ذاك. والفرنسيين كاثوليك واستطاعوا استمالة الأسقف جان حبة، وأنه طيب أنتم صار في حقكم مجازر في فترة الاتحاد والترقي في الفترة العثمانية، وصار عندكم مشاكل في العراق، ونحن حريصون عليكم، والأجدى بكم أن تفسخوا تحالفكم مع الكرد لأنهم أقلية وهو تحالف هش، وأن تعقدوا تحالفا جديدا مع القوميين العرب في بيناتهم مسيحيين لكن أغلبيتهم سنة. هذا كلام الفرنسيين وموثق موجود في الأرشيف الفرنسي، في وثائق يعني في الأرشيف الوطني الفرنسي الموجود في مدينة نانت الفرنسية. إذا تشكل تحالف جديد، وأتمنى ذلك، وأعتقد أنه الضامن الوحيد والسند الوحيد للشعب الآثوري السرياني والشعب الكردي، يعني لا تنصتوا لتلك الأصوات المتطرفة واللي يعني تتحدث عن الماضي والسرديات الماضي والسرديات البعثية في هذا الخصوص. يعني أنا كتبت في 2008 تحقيقا صحفيا أو مقال، ما بين مقال الرأي والتحقيق الصحفي حول مجازر الأرمن، وهل الكرد كالنخب كسلطة كانوا متورطين أم لا، وعلى ماذا سأستند يعني وقت يعني في تلك الحقبة. عدت إلى مجلة كردستان التي كانت تصدر في القاهرة، وصدر العدد الأول في 22 إبريل 1898. تصفحت يعني الأعداد
افتتاحيات الأعداد، مجموعة من الأعداد، وشفت أنه رئيس التحرير ومقالات أخرى كانت تدين تلك المجازر وتتحدث عن موقف مثلا عبيد الله النهري، مواقف الكثير من رجال الدين الكرد والشيوخ القبائل، زعماء القبائل، كانوا ضد هذه المجازر وضد ال ال يعني التسويق الديني لهي المجازر. طبعا موقف، لنفترض رجل دين متواضع في منطقة ما، عندما يعارض رجال الدين الذين كانوا عثمانيين ويفتون بهكذا مجازر شنيعة وبشعة، هذا موقف كأن كأن تواجه تسونامي. ومعروف عن الأتراك والعثمانيين بطشهم ودمويتهم. مقصدي من ذلك هنالك ضمن البيئة المسيحية الأرمنية أو الآسورية السريانية من يحاول دائما تسميم الأجواء ما بين الكرد والسريان، ويقتاتون على هالسرديات اللي قولا واحدا: الكرد كشعب، الكرد كنخب، الكرد كإعلام. وقت ذاك الإعلام الكردي كان موجود، النخب الكردية كانت موجودة، وأنا أتحدث عن أول مطبوعة رسمية هي كانت لسان حال النخب، جريدة كردستان، وصدرت في القاهرة ثم انتقلت نتيجة الضغوط العثمانيين عليها انتقلت للصدور في سويسرا وبلدان أخرى. إذا إذا صار هيك تحالف، أتمنى أن يكون تحالفا قويا وتاريخيا ومصيريا، ولا يلقى مصير التحالف الذي جرى نسفه في نهاية الثلاثينات، وجرى استمالة النخب المسيحي، وبقي حاجو لوحده. حاجو آغا بقي الكرد بقوا لوحدهم، والسريان جرى ترضيتهم ببعض المناصب وبعض المكاسب البسيطة، لكن القضية السريانية بقيت عالقة. طبعا الفرنسيين ضالعين في ذلك، وأتمنى الآن من الدبلوماسية الآثورية السريانية في تواصلها مع المجتمع الدولي ومع الفرنسيين والأمريكيين أن يلفتوا النظر ويذكروا الفرنسيين بدورهم الشنيع في نسف التحالف الكردي السرياني وقت ذاك، إرضاء لتركيا وللكتلة الوطنية والقوميين العرب. نحن الآن لسنا في أجواء على مقربة من حرب عالمية، كالأجواء 1937 36 37 38. نحن الفرنسيون مرتاحون فيه، الأمريكيين مرتاحون، البريطانيين مرتاحين من آثار وتبعات وإملاءات تلك الأجواء. والكرد أيضا ينبغي عليهم قياما وقعودا أن يذكروا الفرنسيين بذلك الموقف القبيح في أن تركوا، ساهموا وكانوا ضالعين في تفتيت التحالف الكردي المسيحي، ومارسوا مع سلطة دمشق وقت ذاك سياسة فرق تسد. دعموا الكتلة الوطنية على أساس أنه هي الأغلبية، وتجاهلوا الموضوع حقوق الأقليات. هم طالبوا حتى في ملاحق تتعلق بحقوق الأقليات
موجود في اتفاقية 1936، اتفاقية يعني جدولة آه، أو وضع نهاية للانتداب الفرنسي. كان هنالك اتفاقيات سرية مرفقة، ملاحق مرفقة بهذه الاتفاقية تتعلق بحقوق المكونات، لكن لم تكترث فرنسا بالمتابعة، وانشغلت بالحرب العالمية وجرى ما جرى. يعني لأن البرلمان الفرنسي وقت ذاك رفض المصادقة على اتفاقية عام 1936، لأنه تخلو من أي إشارة تتعلق بضمان حقوق المكونات القومية والدينية في سوريا. وجرى يعني وضع ملاحق أخرى، منها عسكرية ومنها سياسية، تتعلق بحقوق المكونات، لكن الفرنسيين كما ذكرت لكم لم يتابعوا الأمر بجدية. مقصدي من هذا الكلام أنه لا خيار أمام الكرد من التحالف مع الأقربين، يعني الأخوة في الأرض، الأخوة في التاريخ، الأخوة في حتى أغانينا بيشبهوا بعض، الإيقاعات، حتى الدبكات، المصاهرة، كل هذه التفاصيل اللي بتعزز هيك توجه. وفي تقديري أيضا يعني لا خيار أمام الآثوريين، المكون الآثوري السرياني، من التحالف مع المكون الكردي. لأنه لاحظوا يعني في الإعلان الدستوري كيف سلق وشلف الإعلان الدستوري أحمد الشرع، المؤتمر الحوار الوطني كيف سلقوا وشلفوا أحمد الشرع، كيف يعني 3500 من العناصر الأجنبية الإرهابية. في البعض من الأصدقاء يبررون، وقد تبدو هذه التبريرات في واقعها شوية فيها وجه منطقي، يعني أنه هنالك أجانب قاتلوا مع الجيش الأمريكي، وحتى المرتزقة لديهم حوافز ولديهم منها ما يتعلق بالجنسية. الأجانب الذين قاتلوا مع الفرنسيين ومنهم سوريين، القانون يمنحهم امتيازات ومنها الجنسية. لكن الجنود الأجانب الذين قاتلوا مع الأمريكيين، مع دولة لها قانون، لها دستور، لها سيادة، لها مصالح، وجنود الذين قاتلوا مع بريطانيا، وجنود الذين قاتلوا مع الفرنسيين في سوريا وفي أماكن أخرى، من السوريين ومن شعوب أخرى، جزائريين، توانسة، مصريين، هؤلاء حصلوا على جنسيات هذه الدول لقاء، وأبناء كمان، لقاء خدماتهم للجيش الفرنسي، للجيش الأمريكي، للجيش البريطاني. هؤلاء الجنود، هؤلاء هم ليسوا الإيغور، لا يمكن مقارنتهم بعقيدة الإيغور الذين انتسبوا إلى تنظيم جبهة القاعدة أو جبهة النصرة أو هاي التنظيمات المتطرفة لإقامة دولة الخلافة، ويعني والحكم على منهاج النبوة، من القصص اللي بتعرفوها عن هؤلاء المقاتلين. ما بتزبط، يعني هي المقاربات تسقط. مقصدي من هذا الكلام في تقديري، بعد أن يذهب الوفد الكردي ويعود، هو يعني اختبار لنوايا سلطة أحمد الشرع. وأنا بصراحة يعني لست متفائلا. في حال عاد الوفد الكردي، وسيعود، سيذهب ويعود، يعني لا يوجد خيار أمام أبناء الجزيرة، مسيحيين ومسلمين،
كردا وعربا وسريان إلا تشكيل جبهة قوية وفاعلة ومؤثرة للضغط على حكومة أحمد الشرع وداعمي حكومة أحمد الشرع، والحؤول دون انزلاق البلاد نحو الدولة الدينية المتطرفة. يعني الكثير من عندما نعود لكتب التاريخ، معلش أحيانا هيك أطلع خارج الموضوع، أنه كيف سقطت الخلافة العباسية. والله العناصر الأجنبية من ترك وفرس أتوا وتغلغلوا وتسيدوا ونخروا. طيب كيف سقطت الدولة الأيوبية؟ نفس القصة، استعان الأيوبيين بالمماليك وهم أجانب للقتال وكذا وكذا، وبعدين الدولة المملوكية حكمت سوريا ومصر يمكن ل 200 سنة، والدولة الأيوبية 80 سنة. والدولة الأيوبية هي التي مهدت لمجيء هؤلاء المقاتلين الأجانب للتسيد والسلطة، بمعنى يعني يصار إلى تبرير وشرعنة منح أحمد الشرع الجنسية والمناصب والمكاسب والما بعرف شو لهؤلاء ال الأجانب، ولن يمنح به يعني بهذه التسهيلات التي يتعامل معها، بهذه الأريحية التي يتعامل أحمد الشرع بها مع المقاتلين الأجانب المطلوبين دوليا من دولهم ومن العالم، لن يتعامل مع الكرد ولن يتعامل مع السريان والآثوريين. يعني أنا غير متفائل على الصعيد الشخصي أنه بالفعل أحمد الشرع ومن مع أحمد الشرع، هي التشكيلة الموجودة في السلطة لسه أسوأ من تشكيلة البعث. أسوأ شيء يعني بتلاحظ، يعني بتشوفوا بال بالفيديوهات انه اذا شكلهم مرعب، مش قضية لحى. كارل ماركس كمان كان عنده لحية، رجال الدين المسلمين والمسيحيين كمان ملتحين، رجال الدين اليهود. قضية مش قضية لحى، أشكال أشكال إجرامية. فأحدهم كتب على الفيسبوك أنه إذا عناصر الأمن العام والمسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية بهذه السحن المرعبة، كيف راح يكون شكل المجرمين في هذه الدولة؟ خلاصة قولي والفكرة التي أردت أن أطرحها في هذا الفيديو بأريحية، يعني أنه أنا أدعم تشكيل جبهة قوية أقوى من الجبهة التي تشكلت في مطلع الثلاثينات، تحالف كردي سرياني أرمني، وممكن يعني أن يتسع هذا التحالف أكثر ليكون بالفعل تحالف سوري. وضمن هذا التحالف يعني العرب السنة الوطنيين، العرب السنة الليبراليين المعتدلين، يعني هكذا أرى الأمر، وآمل أن يتحقق هذا الطرح. في النهاية يعني لا يسعني إلا يعني أن أجدد حبي وتقديري واعتزازي بأبناء الشعب الآثوري السرياني بنفس القدر الذي يعني أعبر فيه عن حبي وتقديري واعتزازي للشعب الكردي ولمكونات الشعب السوري بشكل عام. حتى موضوع آخر، ألقاكم على